بنات، شلونكم؟ وياكم هايدي من هايدي بيوتي. اليوم حبيت اشوفكم بطريقة كلش سهلة اني اغسل بيها الفرش مالتي. جبت قبل فترة غسول للبشرة ويمسح المكياج همينة، بس للأسف ما ناسب بشرتي. استخدمته أكثر من مرة بس مثل ما قلت لكم نهائيا ما ناسب بشرتي، فأكيد ما راح أذبه. استخدمته على مود أغسل بيه الفرش. اللي أسويه إنه أجيب كاسة، أي كاسة عندكم تحطون بيها الفرش بهيجي طريقة، وبعدين تخلون من أي غسول عندكم، وبعدين تخلون وراها مي وتبدون تغسلونها. أهم شي بنات ما تخلون مي كلش حار، خلوا مي دافي على بارد، وابدوا خلطوا الفرش هاي الطريقة. تشوفون شلون اوكي بنات، بهالحالة اكون تقريبا خلصت غسل الفرش مالتي وخليتهم هنا. الشي الوحيد البيوتي بلندر او متعودة البلندر، اي بلندر عندكم خلوها بالمي لحد ما شوية يوقع الوسخ مالتها وكل شي وكلاشي نحطه على بشرتنا. راح اخليهم هنا شوية وبعدين راح اشيل هذا المي اذبه واجيب مي نظيف، بس مي واحدة، واخليهم بيه على مود توقع من عندهم المادة اللي خليتها وياهم اللي هو الجل واش. اوكي بنات، شلت المي الوسخ وهسه جبت المي النظيف وراح ارجع اخلي الفرش كلهم هنا. اكيد راح يذبون همين شوية لون، بس هذا الشي كلش طبيعي. بنات مثل ما تشوفون العملية يمكن ما أخذت أكثر من 3 دقائق 5 دقائق أكثر شيء. الفرش كانوا صاروا تقريبا نظيفات، صار لي كلش هواي ما نظفتهم، ف هسه انتظرهم ينشفون وكل شي ما أسوي لهم، بس أخليهم على هذا الخاولي وانتظر منه الباكر ألقاهم ناشفات. أتمنى هذا الفيديو كان مفيد لكم وقدرت أسهل لكم الطريقة بأسهل شي. بنات أهم شي لا تستعملون زيوت للفرش مالتكم، استخدموا أشياء مالت وجه أو أي شي ثاني، بس لا تستخدمون زيوت لأنه ممكن الفرج يخربون. إذا حبيتوا الفيديو سووا له شير وسووا لي سبسكرايب، وشكرا إلي وباي باي.